بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا فيكم يا بنات. فيديو اليوم راح اتكلم عن اكله مره لذيذه وكمان مكوناتها مره سهله، والحلو فيها انه على طول يا بنات ما يبغى لها وقت، بس اللي يعني اكله عزايم، اكله جوازات. الحلو في الاكله هذه انه بجد شيء سريع وسهل وفي نفس الوقت يفتح الشهيه. اللي هي اكله اللي هي رز بحمص، او اللي هي يسموها كمان اللي هو هذا الحمص يا بنات، يجي اسمه حمص مجروش او هرهر او حمص باكستاني. هذا مره لذيذ يا بنات. طبعا مع الرز حنسويه، يتحط مع كمان يا بنات في الإدامات، ينحط مع الاكلات الهنديه الباكستانيه كمان مره لذيذه. هحتاج ايش؟ 3 حبات بصل انا مقطعتها تقطيع خشن، تفرميها بالخلاط او على يدك ما عندك مشكله. طبعا تبغي دجاج، تبغي لحم، على كيفك. طبعا حنحتاج زيت ربع كاسه. هنا حنحتاج يا بنات حمص باكستاني او هرهر او حمص مجروش، كاسه كامله، لان انا مسويه كاسه ونص رز. البهارات ايش يا بنات؟ البهارات اللي حطيتها انا هنا، انا حاطه كمون وكزبره وفلفل اسود وهيل و7 حبات هيل فلفل اسود وكمون وكزبره وبهار مجمع، او يا بنات بهار تقدر تستخدمي بهار مشكل او مكعبين ماجي. كمان تقدر تستخدمي كمان يا بنات اللي هو ورق الغار، او على يسموه المغاربه اللي هو ورق سيد ناموسه، وكمان 3 اعواد قرفه، حبه لومي، ملعقتين كبيره شيبه وملح. هذه البهارات اللي انا مستخدمتها بس. ونبدا الطبخه يا بنات. اول حاجه حجيب اكشف البصل، بس ابغى يدبل تتبيله مره بسيطه. طبعا يا بنات دحين شوفوا زي ما انا بدا يعني يدبل معايا البصل. حطيت مع البصل وانا اقليه يا بنات اللي هو البهار الصحيح اللي مو مطحون. دحين حبدا احط اللي هو البهار المطحون، وابغاه ياخذ تحميصه خفيفه يا بنات. انتبهوا لا تطولوا في البهار لما يكون مطحون، عشان ايش؟ لا ينحرق معاكي، بس ابغاه ياخذ تحميصه. بنات ريحه مو لذيذه، اللذيذه كمان. الحين حبدأ احط الدجاج. بسم الله. واحط على طول بنات المويه. تقريبا يا بنات انا حاطه خلينا نقول لتر ونص مويه، ولا تنسوا انه الدجاج كمان حينزل مويه، بس ابغاه يتغطى شويه. شايفين كيف؟ بس حخليه بس يبدا يفور يا بنات، بس يبدا يفور معايا. انا ايش حسوي؟ على طول حغطي قدر يعني الضغط او القدر الكاتم زي ما انتم تسموه، زي كذا يبدا يفور معايا كامل. طبعا قاعده اطبخ زي ما قلت لكم بقدر السيف، ترى مره سهل وحلو وعملي معاكم ورخيص في نفس الوقت يا بنات. حخليه بس بالضبط 17 دقيقه. بعد طبعا اول ما يفور انا حغطي عليه واخليه 17 دقيقه على النار. بعدين حشيله، حدخله طبعا اقليه او ادخله الفرن على كيفكم يا بنات، وابدا احط الرز والحمص. الثانية يا بنات دحين الكاسة اللي هي الهرهر او الحمص المجروش، ايش حسوي؟ حغليه طبعا يعني اغليه في المويه حاره لمدة 10 دقائق بالضبط يا بنات، عشان لا يستوي وينهمك معاكي ويدوب يتفتفت. بنات شوفوا الملقط هذا مرة حلو زي كده، احسن الكيس زي كده الباكيتات انه ما تكتب معاكي. هذا حلو انه على طول تخزني بالفريزر. تلاقيه بنات الملاقط هذه تلاقوها في ايكيا او في الدانوب، ورخيصة ب10 ريال تقريبا. هذا الحلو فيها. وبس يا بنات رجعنا تاني يا بنات. طلعت الدجاج دحين خلاص اوكي.
استوى. ايش حسوي؟ جبت هنا الصحن، حطيت زيت وكزبرة وفلفل اسود وليمونة، عصرت ليمونة صغيرة اللي هي اللومي. حدهن الزيت، حدهن الدجاجة بالزيت عشان بدخلها الفرن. خلاص يا بنات، عاد تحبي باللبن تدهنيها برضو بتاخدي تحميرة كمان حلوة. يعني هي بنات من جميع النواحي. كده خلاص ادخلها الفرن. ودحين يا بنات اللي هو الحمص اللي هو الهرهر، ايش هسوي؟ خلاص طبعا انا شلت الدجاج وحطيت الرز، شايفين؟ خلاص هبدا احط عليه ايش اللي هو الحمص الباكستاني. بس كيف دحين عشان بنات انا لوحدي قاعده اصور. هنا تاني يا بنات شايفين كيف؟ خلاص الرز يدوب يعني المويه المرق يدوب مغطي الرز. هحط من البصل المقلي هذا يا بنات، او ممكن انت تقلي بصل وتحطيه. هذا البصل يجي من البقاله اللي هي الفلبينيه ب5 ريال، بدل ما تقعدي تكشني. وعلى طول انا اخذ 5 باكيتات واحطها بالفريزر، وقت ما ابغى اخلص كيس واحطه عاده مرتبان زي كده. هذا اخذته من ايكيا بنات. المهم حغطي عليه 7 دقائق، اول ما يبدا يفور غطي عليه 7 دقائق ويكون كده جاهز اكلتنا. وهذا كده شكلها بنات، شكلها النهائي. شوف كيف طالعين يعني طالع الرز حبه بحبته. وتقدم جنب صحن سلطه انت حبته، ممكن مع سلطه الطحينيه يا بنات. واتمنى فيديو اليوم يكون اعجبكم. بنات لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب، ومع السلامه.